مينا تعالي خلاص بقى في الكاميرا. كوبلر بالخوخ وروزماري بجد تستاهل تجربوها. الخوخ فتحته نصين وحطينا شويه زي ما انتم شايفين كده، سكر، ليمون، زودوا ليمون لو احتجتوا، وجبت فريش روزماري بالسكينه طحنته، قرفه، فانيلا، وهقلبها كويس مع بعض. بس كده هسيبها على جنب واعمل الكيكه. هنزل بدقيق، سكر، بيكنج باودر، ملح، هقلبهم كويس، عليهم بلبن، حليب وزبده سايحه وفانيلا. هاخد ليمون زيست، واهم حاجه ما تاخدوش الجزئيه البيضه من الليمون عشان تشمر. يبقى كويس مع بعض في طبق زي كده. هنزل بالعجينه، احط الخوخ اوزعها كويس قوي، مش عايزها تبقى فوق بعض. هدخل الفرن على درجه حراره 160 لمده تقريبا 30 دقيقه. حاجه حلوه عشان تقطعها في فرن، ممكن تعملوا حاجات انديفيدوالز. هجيب طبق زي كده، اخد الخوخ بتاعت الفرن استوت، فرصه الحقوا نص من الخوخ قبل ما يخلص. فبجد لو انتم مزنوقين في عزومه في اي حاجه الوصفه دي خرافيه، جربوه وقولوا رايكم. الكيكه دي اخدت مني تقريبا ربع ساعه تجهيز، 20 دقيقه 25 دقيقه في الفرن، يعني ما كملتش ساعه اجهزها، وبتتاكل وهي سخنه مع الايس كريم. برضه قشروا قشر الخوخ عشان هيضايقكم انتوا تاكلوه. واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزيني انزل لكم وصفه الكوبلر بالتفاح. ولا اروع.